4 سنين و3 أشهر حبس، والولد مصاب بالسرطان، والأم حلاقة نسائية، واسمعوا الخبر كيف هو. مرة أسترالية بتشتغل حلاقة نسوانية، أوهمت كل اللي حواليها حتى الزوج اللي ما قدر يكشفها إنه ابنه مريض سرطان، وأوهمت الولد إنه هو مصاب بالسرطان. حلقت له شعره على الصفر، قعدته على الكرسي المتحرك على الويلشير، وجمعت تبرعات من كل قرايبينا قريب 11,000 دولار. ليش؟ لأنها هي لعيبة قمار. وبالصدفة لما اجت الشرطة لعندهم على البيت اكتشفت هذا الشي، وكانت محاكمتها انه السجن 4 سنين و3 أشهر. والزلمة هلا عم بخبط على راسه وعم بيقول ما في شي بيبرر الشي اللي عملته بولاده. يا ترى انتو شو رأيكم؟ في ام بيجي من قلبها هيك شحدت على ابنها 11,000 دولار وقعدته على كرسي متحرك وأوهمته بالسرطان كرمال تروح تلعب قمار؟ شفتوا شو بتعمل أستراليا يا جماعة؟ اكتبوا لي تحت رأيكم بالتعليقات، بحبكم كتير.